مفاجأة: عودة برونو ستافيو إلى التشكيل واللعب. إنه فريق الأهلي يا سادة. لأول مرة نجد العدل في الكرة المصرية. ننظر جيدا لنرى أن فريق الأهلي يعطي الفرصة لكل لعيبة الأهلي على حد السواء. ولكن قبل ما ندخل في تفاصيل الخبر، لو أنت أهلاوي أصيل اضغط لايك واشترك في القناة لنرى كم عدد محبي النادي الأهلي. فداخل فريق الأهلي كل من يثبت نفسه خلال التمرين يجد نفسه داخل التشكيل. فمارسيل كولر يقف على نفس المسافة من كل اللاعبين، فلا يوجد من هو داخل التشكيل إلى الأبد ولا يوجد من هو خارج التشكيل إلى الأبد. وطبعا كلنا تعودنا على المفاجآت من مارسيل كولر في كل مباراة، مفاجآت في التشكيل، مفاجآت في القرارات، ولكن كلها في الآخر قرارات صائبة 100%. وكانت المفاجأة اليوم المدوية للجميع عودة برونو ستافيو للتشكيل، لأنه هو من دل على نفسه داخل التمرين. وكان قد تنبأ بهذا من قبل سيف زاهر، ولكن كان يملأنا الشك في تحقيق هذا على أرض الواقع. وكان قد دار حديث سيف زاهر قبل هذا وقال أن أيمن أشرف وسافيو هياخدوا فرصتهم في العودة للتشكيل مرة أخرى، ولكن القرار برجليهم. نعم، كان يقصد هذا، القرار برجليهم مش بإيديهم، فعلى كل منهم إثبات نفسه داخل التمرين. وقد أشاد أيضا سيف زاهر بمارسيل كولر لأنه جعل من فريق الأهلي حماسة غريبة من كل اللاعبين، ونجد المباراة من أول دقيقة لصافرة النهاية بنفس النشاط والأداء. وإن حدث تغيير حتى داخل المباراة فلن يقل أبدا الحماس أو النشاط داخل الفريق الأهلي، ولن يقل الإصرار أبدا عن الفوز. وقال مداعبا سيف زاهر لمارسيل كولر: مع مارسيل كولر مش هتقدر تغمض عينيك. وكان فرحا للغاية بأن دائما فريق الأهلي يحمل على عاتقه انه دايما يفرح جمهوره بالنتائج والبطولات المشرفة اللي بياخدها دايما النادي الاهلي، ودايما بيحترم التيشيرت اللي لابسه وبيحمل على اسمه وعلى صدره اسم نادي الاهلي. ولحد هنا بيكون انتهى الخبر بتاعنا. لو عجبك الفيديو يا ريت ما تنساش تعمل اللايك، ولو اول مرة تشوف القناة اشترك فيها وفعل زر الجرس دعما منك للقناة، وكمان عشان يوصلك منا كل جديد. بشكركم من كل قلبي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.